سلامين وحتة. بسبب الفن فقد بصره لمدة 20 سنة. فاكرين الراجل ده؟ أحب أعرفكم بالعبقري الأستاذ فؤاد أحمد، واحد من أقوى الممثلين والمثقفين اللي جم مصر. اتخرج من كلية الآداب وبعدها معهد الفنون المسرحية، وكان مرجع ثقافة متنقل بسبب حبه للقراية والاطلاع. اللي ناس كتير ما تعرفوش إنه فقد نظره بسبب غلطة من المكير في مسلسل محمد رسول الله، واللي كان بيقدم فيه شخصية هامان. للأسف استخدموا وقتها مواد كيميائية خطيرة خليته يدفع تمنها نظره. والغريب إنه قدر يمثل بعدها مسلسلات كاملة زي السيرة الهلالية وجمهورية زفتة بدون ما يكون شايف. ورغم حجم موهبته الكبيرة سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما، إلا إنه ما خدش حقه واتحصر بس في أدوار الشر اللي كانت مختلفة تماما عن شخصيته الحقيقية. ورحل عن عالمنا سنة 2010 بعد ما دفع تمن فن وبصره وعينيه باقي عمره. لو بتحب الناس اللي اشتغلت في الظل تابعنا، عشان دول قصصهم لسه ما اتحكتش.